كاميرات المراقبة بقت موجودة في كل حتة علشان تصور لنا لحظات مستحيل تتكرر، من ناس كان يومها أغرب من الخيال لناس تانية الحظ لعب معاهم. والمواقف اللي هنشوفها النهاردة الكاميرات هنا قدرت تسجلها في الوقت المناسب. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. اهو ده بالظبط لما تحاول تصلح حاجة فتلاقي نفسك بوظت حاجة تانية. الله ينور عليك، ايدك بجد تتلف في حرير. تخيل تبقى واقف في محطة بنزين وفجأة يحصل معاك موقف زي ده. الموقف اللي حصل ده كان في دولة السعودية، وكويس ان عدى على خير ومحدش اتصاب بأي أذى. عارفين المثل اللي بيقولك خد الباب في ايدك وانت طالع؟ الو. اهو الشخص ده نفذه بالحرف دلوقتي. عارف لما الناس تقولك انت بتفكر ازاي؟ اهو الست دي دماغها بالظبط كده، عامل الاطفاء وواقف مش مصدق اللي بيحصل. المكان كان هادي وكل حاجة كانت تمام، وفجأة اللي حصل يثبت لك ان في لحظة واحدة بس كل حاجة ممكن تتقلب، بس المهم ان مفيش حد اتصاب بأي أذى. في اللحظة اللي عامل الكلارك كان بيضيف فيها الخردة حصل انصهار مفاجئ، ولحسن الحظ الزجاج الأمامي للكلارك قدر يحميه من اللي كان ممكن يحصل، والحمد لله خرج من الموقف سليم. تبقى ماشي في أمان الله وفجأة يا خبر أبيض، ده بجد حظها نحسة قوي، وكويس إن كان في حد قريب علشان يلحق يساعدها. بصراحة أنا مش مطمن للرف ده خالص، تحسه مستني أي لمسة علشان يقع. مش قلتلكم ده طلع متلكك، وكويس ان المدير هو اللي تسبب في كل ده مش حد تاني غيره. العامل ده فعلا محظوظ ان اختار يتحرك في الاتجاه التاني، لانه لو كان كمل في نفس الاتجاه كان زمانه في ورطة كبيرة. بص بقى يا معلم، لو حظك نحس فصدقني عمره ما هيكون زي حظ الشخص ده. اللي حصل هنا محتاج سنين علشان المكان يرجع زي الأول. الله يكون في عونك بصراحة. تخيل كده وانت شغال عادي وفجأة تلاقي دب دخل عليك. العمال أول ما شافوه اتجمدوا مكانهم، وساعتها العمال خدوا بعضهم وجريوا من غير ما حد يفكر يبص وراه. دايما الحسابات الغلط وقلة التركيز بيكلفوا كتير، ولازم تتحمل اللي هيجي بعدها. يا خبر ابيض، ده شبع ميه تستاهل علشان تبقى تخلي بالك. الفيضان اللي قدامكم شوفوا عمل ايه في الجسر، من كتر قوته خلى الجسر كأنه ما كانش موجود اصلا. بجد المشهد ده بيوضح قد ايه الفيضانات بتكون قوية. تخيل كده تبقى قاعد في حصة والدنيا هادية وفجأة الارض تتهز. اهو ده بالظبط لما تكون بتشرح حاجة وتتحول فجأة لدرس عملي. لو هنتكلم عن الحظ فأكيد مفيش أكتر من الشخص ده. يا خبر أبيض، ده خلاص كان فاضل سنت واحد والموضوع كان هيبقى بشكل تاني. بتجري بعد إيه؟ ما خلاص الموضوع عدى. الشخص ده لو اتأخر ثانية بس كان الموقف هنا عدى بشكل تاني، لكن الحمد لله الموضوع عدى من غير أي إصابات. الطريق كله واقف والوزتين واقفين ورافضين يعدوا، والشخص اللي كان واقف مش فاهم هما بيعملوا ايه. أول ما العربيات بدأت تمشي بدأوا يتحركوا عادي، شكلهم كانوا مستنين الإشارة علشان يعدوا هما كمان. لحظة الإقلاع للطيارات دايما بيكون لها رهبة، هتحس ساعتها إنها كانت طايرة من فوق دماغك. في لحظة ما كانوا الشخصين دول بيعدوا الطريق فجأة حصل انهيار صخري بشكل مفاجئ. لكن من حسن الحظ الموقف عدى على خير ومحدش اتصاب بأي أذى. الجماعة دول كان عندهم مشكلة في الموتور فقرروا يشيلوه بطريقتهم الخاصة علشان تكون أسرع وأسهل.
أو اللي هيحصل ده الندم بعينه. ده من الصدمة لسه بيستوعب اللي حصل. صاحب البيت هنا كان لسه راجع من شغله واتفاجئ ولقى الحرامي ده قدامه. ومن سوء حظ الحرامي هنا وقت ما كان هيهرب، رجال الشرطة كانوا وقتها موجودين بالصدفة وطلعوا جري وراه. يا لهو على النحس، ده انت طلعت منحوس قوي. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.